طب ايه الضحكة دي يعني؟ يعني ده مش وقت ضحك خالص، ده وقت زعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا في الله، أنا عارف إنك شفت الأحداث دي كتير جدا على النت، بس بالله عليك أنا جاي أقول لك كلمتين مهمين جدا. ما تقلبش واسمع الكلمتين دول، يمكن تستفيد بيهم، يمكن ترجع عن اللي انت بتعمله، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفوقك في اللحظة دي. كلنا شفنا الأحداث دي، لكن فرق بين إنسان شافها صح وإنسان كأنه ما شافهاش. يعني إيه الكلام ده؟ فيه ناس لما شافت المشاهد دي يا أخوانا خافوا ورجعوا لربنا، لأنهم عرفوا إنها علامة من علامة كبيرة جدا على قدرة الله، فخاف وعرف إن يوم القيامة هيبقى صعب وأصعب من كده، فرجع. ما كانش بيصلي فهيرجع ويصلي، ما كانش قريب فهيقرب لربنا. وفيه إنسان تاني ربنا يعافينا وأسأل الله ألا تكونوا منهم أبدا، شاف المشاهد دي فمرت عليه مرور الكرام كأنه ما شافش حاجة وكأن شيئا لم يحدث. طب بالله عليك، هل هذا يعقل؟ لما تشوف الأحداث دي وما تتعظش بيها وما ترجعش كأنك ما شفتهاش. أنا عايزك لو تعرف أي حد في الإسكندرية اتصل بيه وقول له ازاي مرت هذه المشاهد عليك. حرفيا هيقول لك وكأن القيامة قامت، حرفيا هيقول لك كده، هيقول لك احنا شفنا احداث صعبة جدا. والله على فكرة، والله هذا لا يكن ابدا مثقال ذرة مما يحدث يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. اللي بيحصل تتعجب، الكون كله اتغير، السماء والجبال والأرض كل حاجة اتغيرت. ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ حتى الأموات هيطلعوا من قبورهم. ايه اللي بيحصل؟ أرجوك بالله عليك، هتفوق امتى؟ أنا عايزك زي ما جسمك اتبلل وملابسك اتبللت من المطر ده والدنيا كلها اتبللت منه، عايزك تتبلل بقى، قلبك يتبلل، بس مش يتبلل بالمية، يتبلل بالخشوع، يتبلل بالخضوع، يتبلل بالرجوع. عايز اقول لك معلومة كده على السريع قبل ما تمشي، ان العلماء فرقوا بين الريح والرياح في القرآن الكريم، فقالوا ان الريح غالبا لما بتيجي في القرآن بتيجي في مواطن العذاب. زي ايه؟ ربنا قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. قال في النهاية ايه؟ ريح فيها عذاب أليم. طب وده موطن عذاب ولا رحمة؟ عذاب. وقالوا ان الرياح بقى لما تيجي في القرآن غالبا بتيجي في مواطن الرحمة. ربنا الدليل اهو، ربنا قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. اهو يبقى الريح تيجي في مواطن العذاب والرياح تيجي في مواطن الرحمة. وده دايما بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يحصل ده كان يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. أسأل الله لي ولكم السلامة، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.